السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل أفكار جميلة جدا، أفكار مطبخية وأفكار منزلية. يلا تابعوني، وهنبتدي كمان كده بالفكرة الأولى معانا. لو عندك كده قميص دايب ومش محتاجة الإسويرة بتاعته، تعالي هنعمل فكرة حلوة جدا. هناخد الإسويرة بتاعة القميص، أهم حاجة يكون الإسويرة فيها زرارين بالشكل ده، يعني الزراير بتاعتها موجودة. هنجيب بقى حبل المكوى كده، ما بتيجي تاخدي المكوى معاكي المصيف الحبل ده بيضايقك مثلا، بيفك بيعمل، لا احنا هنعمل كده الاسويره دي هتعتبر منظم للسلك بتاع المكوى زي ما انتم شايفين كده. هنلف الاسويره على المكوى وهنقفلها، بدل ما تربطي بحاجه شكلها وحش، لا انت عملتي حامل للمكوى. وهنقفل بالزرارين اللي انتم شايفينهم دول. وكده الفكره الاولى معانا. لو وصلتي لحد هنا لايك حلو كده من ايديكي وجزاك الله خيرا. تعالي بقى يلا على الفكره التانية. الفكرة التانية كده، يلا نعمل رمان المحلات بأسهل وأسرع طريقة. الرمان دلوقتي رخيص وجميل وطالع وفوائده كتير جدا. هنجيب كده رمانية كده حلوة ونفصصها ونقلبها في شوية سكر. وده كده كركريه بنات. الكركريه طبعا برضو مفيد وجميل، هو ده سر الرمان المحلات، هما بيحطوا له كركريه عشان كده بيديك اللون الجميل ده الحلو ده. واحلى كوباية رمان بألف هنا وشفا. تعالي كده بقى، لو عندك عزومة وحابة تعملي شكل لذيذ وجميل، دي كده هنرسم فراشة بالجرجير. سهلة جدا وجميلة جدا. شايفين كده، ده كده انا رسمت الجناحين اللي فوق الصغيرين والجناحين اللي تحت الكبار. عايزة ترصي عليها حاجة ماشي، عايزة تسيبي الفراشة في الطبق كده وتحطي عليها زيتون وتقطعي فيها قوطة برضو بيبقى شكلها لذيذ جدا. بعد كده ما الضيوف بقى تحتك بتاكل الجرجير، بتاكل السمك او بتاكل اي حاجة، بتلاقي شكل الفراشة تحت حلو، وفي نفس الوقت بتاكل الجرجير، يعني لذيذ وديكور لذيذ كده وخفيف وكيوت. لايك بقى للفكرة بتاعتنا التالتة واحلى طبق سمك من ايديكي. هنا بقى يلا على الفكرة الرابعة بتاعتنا. لو انت ما عندكيش صبانة والصابونة بتبوظ زي ما كانت بايشة عندي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا عملت ايه؟ جبت غطا ازازة وحطيته من تحت، وتغسلي الصابونة مش هتبوش ابدا ومش هتلزق على الحوض، وتغسلي بيها واحلى غسلة من ايديك. يلا هنخش على الفكرة الخامسة، وهي لو انت ما عندكيش مكنسة وحابة تنضفي شباك الألموتال، هتنضفيه بالبلور لو عندك. هو هيبهدل الدنيا بس في نفس الوقت هينضف لك المجرى وهيخليها زي الفل. هتشغليها وتنضفي من فوق لتحت وكل الأطراف. بصراحة سهل وسريع. بعد كده بحتة فوطة مبلولة بتمشي عليه، لأنك ما بتعرفيش تطلعي التراب بسهولة. لو عندك ستان كده وبيضيع منك ومش عارفة تلميه او تحافظي عليه، تعالى اقولك لفيه كده كويس. وهنعمل فكرة جميلة جدا من غطا بلاستيك. غطا بلاستيك ده غطا ازازة الاسبراي، غطا علبة كريم، وهتشقيه من النص كده زي ما انا عملت. سخني السكينة وشقيه من النص، وهتبدأي تدخلي فيه الستان بتاعك كله، وهتطلعي طرفه من الشق اللي انا عملته ده. شايفين؟ بس خلاص، وبتطلعي كده الستان اللي انتي محتاجاه. اتمنى الفكرة دي كمان تكون عجبتكم. لو عندك كوبايات بقى مش نظيفة او مع الزمن تراكم فيها الحاجات السمرة دي، تعالى اقولك هتخليها فله. بصي الكوباية دي كده كانت مرمية لان فيها سمار كده من سنين، وكانت مرمية. انا جبتها ومهما تغسلي فيها ما بتنضفش. نقع يعني نقطة كده كلور كلوريكس الوان، وهاتي فرشة سنان قديمة وابدأي امشي بالكوبايات وابدأي امشي بالفرشة على الحروف اللي هي مش نظيفة. بجد الكوباية هتبرق معاكي وهترجع جديدة خالص. ده للناس لو عندها مطعم، عندها حاجة، الكوبايات بتبقى قديمة، القهاوي، الكافيهات. بجد الكلور الوان حلو جدا، كلوريكس الالوان جميل جميل جميل. والكوباية نطفت وبقت زي الفل. نخش على الفكرة الجامدة دي كمان بقى. لو عندك ليجن بتاع بنتك كده اتخرم من فوق، تعالي يلا ندلعه كده. هو شكله كيوت ولذيذ وجديد، فخسارة ترميه. كده كده اتخرم مش هينفع تديه لحد. هنشيل كده من عند الخرم، هنشيل بقى من عند الخرم زيادة ونتنيه على ايدينا بالإبرة من هنا الحتة اللي اتقصت، وهتعملي احلى مهصم تحت العباية. شيك جدا ورقيق جدا. وممكن بقى لو عندك كذا شراب تعملي كل الالوان. اتمنى دعم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.